نحن هلأ موجودين بمطار دمشق الدولي لنستقبل حملة أمل القادمة من المملكة العربية السعودية لتعالج الأطفال بالمخيمات، يعني مخيمات إدلب، مخيمات حلب، وكل أطفالنا السوريين. ما فيهم واحد بروفيسور ولا السلام عليكم. اهلا وسهلا فيك استاذ الكبير فايز المالكي، بس تخبرنا عن الحمله. اهلا وسهلا فيك بسوريا. حملتنا مستمره، الحمله الجويه والحمله البريه، والان طال عمرك احنا عندنا حمله طبيه، مشروع عمل تطوعي فيه 100 وحوالي 43 مشروع حيقام في سوريا ان شاء الله تعالى. اليوم معنا 60 طبيب سعوديين بيشاركون اخوانهم الاطباء السوريين في علاج المرضى. علاج المرضى، شو هن العمليات اللي بدنا نقوم فيها؟ عمليات القوقعة، القلب، النظر، الأطراف، عمليات كثير جدا. تبديل مفاصل؟ تبديل مفاصل؟ أكيد في كل شيء إن شاء الله، في كل شيء. وين حتصير هدول والله ما أعرف، بس في احنا عندنا 3 أو 4 مستشفيات. هون بالشام؟ بالشام، مستشفى الجامعي ومستشفى هي تغيرت الأسماء بس ما أعرف. شكرا كثير للاستماع. وفد برنامج أمل التطوعي ومعنا الأطفال يلي تعالجوا المرة الماضية وعم يسمعوا، والحمد لله بفضل الله وبفضل الدعم السعودي قدروا يسمعوا هالأطفال من أول وجديد. والله واحد الله صمد لا الملت ولا مولد ولا ملت له كوكوات أحد. ما شاء الله ما شاء الله. كمان تبت يد أبي لهب، كمان حفظت القرآن وصارت تحكي. حضرتك والد كثير 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 كبيرة، وشكر للمركز الملك سلمان اللي وصلنا لهي المرحلة، ونحن مبسوطين كثير بالنيابة عنا والنيابة عن الشعب السوري كله. كثير كثير وشكر كبير لمنظمة الأمين. عم تقرأ قرآن الحمد لله، صار 3 صور حافظة ما شاء الله. الفاتحة وتبت يد أبي لهب وقل هو الله أحد. لك ينصر دي. الله يسلمكم يا رب. كمان تبت يد أبي لهب، كمان حفظت القرآن وصارت تحكي. مطار دمشق الدولي عم يتم استقبال الآن وفد مكون من 62 فرد طاقم طبي. دكتور طراف الطراف مسؤول طبي ضمن حملة أمل التطوعية رح يخبرنا أكثر عن الحملة. هذا الحملة هي ضمن المبادرات الإنسانية اللي عم تكون فيها المملكة العربية السعودية عن طريق مركز الملك سلمان. رح تكون في عنا حملة أمل التطوعي للمحتاجين في سوريا. رح يكون في عنا 3 برامج رئيسية: برنامج زراعة القوقعة، أو برنامج تركيب المفاصل العمليات الجراحية، بالإضافة برنامج علاج الأورام عند الأطفال، وممكن يكون في عنا برنامج لعلاج الأورام العظمية. نصور مع بعض. شو اسمي؟ قولي سالي.